اقعد يا ابني هنا. انا اقعد تحت رجليك. اقعد يا ابني احترم نفسك. وانت تعالى هنا. انا تحت امر الصاحب. والله العظيم الواحد ما قادر يمسك نفسه من الفرحة. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، وربنا يبارك لنا. ده الانتصار السابع على التوالي. معتمد جمال بيثبت النهارده ان هو مدرب اسطوري. والله بجد الواحد مش قادر اقول لكم انا فرحان قد ايه. كل حاجه كانت حلوه النهارده. ماتش ضغط وماتش صعب قوي علينا، وبجد اللعيبه رجاله، ودي احلى حاجه في الكوره، ان انت تشوف فريقك لعيبه رجاله حتى لو هم اضعف من الفريق اللي قدامهم، بس رجاله. يا جماعه دكه بيراميدز فيها حامد حمدان، ناصر ماهر، محمود جاد حارس المرمى، مروان حمدي. اللعيبه دي لو هي اصلا موجوده هتلعب اساسيه في الزمالك، هتلعب اساسيه في الاهلي. لعيبه عاليه جدا. ده غير اللي في الملعب. انا بقول لك اللعيبه اللي قاعده بره على الدكه. النهارده معتمد جمال بيثبت ان هو مدرب قلبه ميت، قلبه ميت حرفيا. بدأ الماتش بمحمد صبحي، ليه مش المهدي سليمان؟ لان هو زي ما قلنا الماتش اللي فات كان في مشكله في العرضيات عند المهدي سليمان، فالراجل قرر ان هو يبدأ بالحارس اللي هو افضل في العرضيات، هو محمد صبحي. قرار بصراحه قلب ميت. ليه؟ لان لو محمد صبحي، لو لا قدر الله الزمالك كان خسر النهارده، كنت هتشوف الناس كلها بتقول لك ليه تطلع حارس بيلعب وماشي معاك كويس وبتاع. ومحمد صبحي حارس ملوش شعبيه بين جمهور الزمالك عامه، فاي غلطه كان هيغلطها الدنيا كانت هتولع حرفيا. بس ما شاء الله النهارده عمل ماتش حلو قوي. كمان شفنا ثنائيه فتوح وبنتايج على الناحيه الشمال عشان يوقف الشيبي. فتوح طبعا هو جامد طول ما هو جوه الملعب، اكتر بيبقى اجمد بكتير قوي. وطبعا الماتش اللي فات كان مؤثر جدا لما لعبوا الماتش اللي قبليه برضه لما نزل في نص الملعب. بس حرفيا انت بتلعب الشيبي، الشيبي ده كارثه. الشيبي كارثه حرفيا. الشيبي لاعب جامد جدا، يعني اكبر سلاح فتاك في الدوري المصري هو محمد الشيبي. مفيش لعيب يا جماعه عنده الخطوره دي بجد غير محمد الشيبي. صناع العاب ومهاجمين ولعيبه وينجات وبتاع ما بيقدموش كل الضغط الهجومي ده. الراجل حرفيا العرضيه منه من اي مكان خطر، رمية التماس بتاعته خطر، بيشوط الفاولات، بيشوط الركنيات. طب ايه يا عم، في ايه؟ مفيش غيرك. بسم الله ما شاء الله عليه، لعيب جامد قوي. بس النهارده الزمالك قدر فعلا برجوله لعيبته ان هي فعلا تعرف تأيد لعيبه بيراميدز وتكسب الماتش. المباراه طبعا بدأت وفي اول دقيقه في الماتش محمد شحاته بيضرب القايم. وسبحان الله يعني انا مش عارف الحديد عايز مننا ايه، عايز مننا ايه يا عم؟ سيبها تعدي، سيبها تعدي، عايزين نكسب. المهم بيراميدز رد بعد كده بكام كوره كده، تسديدات من بره المنطقه زي بتاعه زلاكا، وشفنا الكارت ليه واحده لصبحي شالها. بعد شويه بدأ الزمالك يدخل في الجيم، وبدأ يعني ايه، هو بداية الماتش شوية كان الزمالك أحسن. أول كورة كده شحاتة اتاخد مننا شوية نص الملعب، وهقول لك ليه هي المشكلة كانت في نص الملعب بتاعنا. المشكلة كانت في نص الملعب لأن محمد سيد قدم مباراة سيئة للغاية، وحشة جدا. لأول مرة بجد أحس إن هو يعني خذلني النهاردة. أنا من أكتر الناس المعجبة بمحمد سيد، النهاردة كان وحش جدا. بيراميدز كان واكل نص الملعب بتاعنا برضو بصراحة. مهند لاشين وليد الكات لعيبه تقال قوي، تقال قوي في وسط ملعب بيراميدز. وكمان غير طبعا انت عندك الباكين بتوعهم لعيبه كوره قوي، كريم حافظ ومحمد الشيبي، وحتى الاثنين المدافعين محمود مرعي واحمد سامي، كلهم لعيبه كوره. بعد كده بدأ الزمالك يدخل في الجيم واحده واحده، وشفنا كرة بيزيرا اللي حطها في ايد الشناوي، وشفنا كام كوره. حتى ناصر منسي كان بيضغط كتير قوي على الدفاع وغلطهم في كذا كوره، منها كوره مثلا اللي هي اتحسبت فاول دي اللي هو حطها بره. بسم الله ما شاء الله على ناصر، النهارده مجهود بدني يحسد عليه. الراجل طول الماتش ما كلش وما ملش، ضغط على محمود مرعي واحمد سامي. يمكن احلى حاجه في الماتش النهارده كان الانضباط التكتيكي لعيبه الزمالك، كلهم بيرجعوا، مفيش حد بيستخسر اي مجهود، ودي حاجه تحسب لمعتمد جمال وتحسب لمجموعه اللاعبين. في الشوط التاني بدأنا بتغيير برضو يبين لك قد ايه الراجل ده قلبه ميت يا جماعه. شيكو بنزا، معلش انت شيكو بنزا ده لو الزمالك لا قدر الله ما كانش كسب، الناس كلها هتقول لك ايه ليه بتلعب شيكو بنزا؟ ما محدش طايقه اصلا، محدش طايقه. الراجل عامل كام ماتش زي الزفت، وسابنا الماتش اللي فات ودخل الحمام وحوارات يعني. بس لا، لان المدرب شايف الجيم صح، طلع محمد السيد ونزل شيكو بنزا. وهنا مع بدايه الشوط الثاني بدات بعد اول 10 دقائق اللي قلناه برضو ان ناصر منسي طن فضل يضغط على الاثنين مدافعين لحد ما احمد سامي باصه كرة قصيره شويه، والراجل قدر ناصر منسي زي الوحش دخل وشالها كده من قدام الشناوي ما غصب عنه دخل خبط رجل ناصر منسي. انا نفسي افهم بس الحكم بيحسبها في الفار قعد يشوفها بتاع 3 4 دقايق. طب ليه يا كابتن؟ ما هي باينه اصلا، هي من اللايف. لو الحكم ده لعيب كوره هيلقطها في اللايف. هي خلاص هو ده دخل لحق الكرة قبل منه، ده شال رجله باينه. المهم الحكم قعد كتير قوي، ودي من عيوب الدوري المصري بصراحه، ان انت بتضيع وقت ياما في حاجات ملهاش لازمه.
حرفيا 3 4 دقايق بس في ضربة الجزاء ديت. المهم دخل حسام عبد المجيد، وانا بصراحة استغربت شوية لان احنا طبعا متعودين على الثنائية التاريخية عبد الله والشناوي يعني. عبد الله هيخش يحط عكس اتجاه الشناوي ومعروفة يعني. المهم ان حسام عبد المجيد دخل بوظ الافيه ودخل هو شاطها، الحمد لله جابها جون. بعد الجون بيراميدز حاول يضغط اكتر، بدأ برضو هو بيغير وبيعمل، وبيراميدز هو حرفيا مركز قوي على الاطراف. يمكن اكتر لعيب ما كانش باين النهارده في بيراميدز او كان اداؤه وحش قوي هو فيستون مايلي، وغلطه غلطه يوريشيتش النهارده ان هو ما نزلش مروان حمدي بدري شويه مكان فيستون. اعتقد دي كانت ممكن تفرق معاه شويه. بيراميدز يا جماعه عنده جوده لعيبه مش موجوده لا في الاهلي ولا في الزمالك. انت بتتكلم على صناع اللعب اللي بيلعبوا تحت المهاجم، عنده مصطفى فتحي، عنده احمد قطه، وعنده محمود زلاكه، الثلاثه من احرف اللعيبه في الدوري اصلا. انت متخيل القوه اللي عند بيراميدز؟ ومع ذلك لعيبه الزمالك بانضباط تكتيكي يحسدوا عليه. ومع ذلك بسم الله ما شاء الله على الزمالك في المرتدات يا جماعه النهارده، كميه مرتدات الزمالك عاملها حرفيا اجوان. يعني لولا بس موضوع الفينيش يا جماعه، ناصر ضيع كام كوره، بزيرة ضيع كام كوره، بس بزيرة يحسب له بصراحه انه الراجل بيحط الكوره تحت رجله بيروح. شيكو بنزا راح بواحده جميله قوي، برضو راح وحط الكوره تحت رجله ولعبها لناصر، بس ناصر استلمها غلط فسددها غلط. شيكو بنزا عمل ماتش النهارده مميز جدا، من يعني اول مره بجد حاسس ان انا اقدر اعتمد عليه. لا الراجل نازل، والجيم خدمه شويه ان بيراميدز كان سايب مساحات لان هو كان بيدور على التعادل، فكان في مساحات وهو لعيب مساحات. هو طول ما هو القرار بالنسبه له ان هو يجري ويرقص وبتاع الموضوع سهل، لو في مساحه كمان بيبقى الموضوع اسهل بكتير قوي، وبيرجع يدافع، فكانت حاجه كويسه قوي. ناصر كان عالمي النهارده كالعاده، بس مشكله ناصر بس ان هو النهارده ضيع كتير شويه، بس بصراحه لا غنى عنه، واعتقد ان هو تغييره اتاخر شويه. ان انا كنت اتمنى ان هو يطلع بدري مثلا 5 دقايق او 10 دقايق شويه، ان هو كان باين ان البدني بتاعه واقع، بس مشكلته عادية ان الفينش بتاعه وحش، فهو كان بيسيب ناصر اكتر شويه لان ناصر ممكن يجيب حاجه يعني، ممكن يخطف التاني وكان يريحنا. محمد صبحي عمل ماتش حلو قوي النهارده، اتعامل كويس قوي مع كل الكرة اللي راحت له. محمد ابراهيم الباك اليمين كان كويس. ما تنساش برضو ان سواء محمد ابراهيم او بنتايك الاتنين كانوا بيلعبوا عليه لعيبه حريفه، ودي صعبه جدا ان هم بيفرهدوا. حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل كانوا عالميين بصراحه، عملوا ماتش حلو قوي، وحرفيا ما حسيناش بفيستون خالص. شحاته ماتش معقول، بس انا دايما بشوف ان شحاته عنده اكتر من كده بكتير قوي. عبد الله سعيد ماتش حلو قوي، بس عبد الله البدني بتاعه راح بعد مثلا 60 دقيقه تقريبا، ما كانش قادر، فكان لازم يتغير برضو لان الراجل ما كانش قادر. وعبد الله بيلعب بخبرته وبذكائه يعني في الملعب. بزيرو هو من وجهة نظري هو نجم الماتش، مفيش بعد كده. الراجل رقص كتير قوي، عدى كريم حافظ واحدة يعني خيالي الصراحة، عامل ترقيصات كتير قوي. قدر ان هو دايما كان بيحافظنا على الاستحواذ لان هو كان دايما بيحط الكرة تحت رجله وبيروح وبياخد فاولات. بسم الله ما شاء الله عليه، ان شاء الله مع الوقت برضو الفينش يتطور شوية ونشوف منه جوان اكتر يعني. فتوح عمل ماتش حلو، بالذات فتوح طبعا لما بيدخل جوه الملعب مزيكا. مزيكا يا جماعه، كل ما فتوح بيبقى في وسط الملعب حرفيا مدرسه الفن والهندسه بتفتح، حريف ومهارته بتبان قوي. ناصر زي ما قلنا مهاجم اسطوره بصراحه، الراجل بيعمل كل اللي يقدر عليه، بيجتهد، لكل مجتهد نصيب يا جماعه، وطالما انت بتجتهد ربنا هيديك. واكبر دليل ناصر حاليا هو من احسن المهاجمين في مصر بسبب اجتهاده. اتمنى ان هو يفضل دايما متواضع ويفضل دايما بيبذل المجهود، وده اللي هيخليه دايما في القمه. بيراميدز عنده فرقه تقيله يا جماعه، كل لعيبتها تقريبا توب، كلهم لعيبه دوليين، كلهم لعيبه تقال قوي. فانتصار بيخلي الزمالك في متصدر، والزمالك متصدر يا جماعه الزمالك متصدر، الصداره في 100 عقبه، الصداره في 100 عقبه. وعشان برضه ابقى صريح في حاجه، انا بحب بلال علام، انا بحب بلال علام جدا، بس معلش يعني يا كابتن بلال، انت راجل صوتك حلو وايقاعك حلو وكل حاجه حلوه، ليه دايما بتفصلني يعني؟ ليه اتكلمت على علي كلاي؟ ليه مش عارف كل شويه الكابتن الفلاني واساطير مش عارف مين واساطير مش عارف مين؟ ليه بتطلعني من بره الماتش اصلا الجيم والع، الماتش رايح جاي وريتم عالي جدا، ما كانش لها لازمه خالص يعني بصراحه ان انت تطلع بره الماتش. اتمنى ان الموضوع ده يقل يا جماعه، مش هو بس والله، كل المعلقين بتوعنا يعني. في النهايه لو الفيديو عجبك سيب لي رايك تحت في الكومنتات، ويا ريت تدوس لايك، والسلام عليكم.